الشباب ولائحه الكفاءات ولائحه ديال افراد الجاليه المغربيه. هل تحبذون مشاركه هذه الفئات وتمثيلها بالبرلمان؟ ثانيا السيد الامين العام، الاحزاب الصغيره غير ممثله بالبرلمان كما قلتم، عدم انصافيه، غياب تكافؤ الفرص. واش ما فكرتوش انكم تقدموا شي مذكره مشتركه باقي الاحزاب الصغيره، تقدموا مذكره واحده وتترافعون لدى مصالح وزاره الداخليه؟ وشكرا. مساء الخير السيد الامين العام، عبد الحق عن المنبر الميديا ديالها. بغيت نسولكم من المطالب ديال هاد الشباب هذا، واش لقات عندها شي صدى عند الاحزاب الصغيره والمطالب ديالها يعني باسقاط الضغط الحكومه؟ شنو الراي ديالكم نتوما يا استاذ؟ سؤالي حول اقتراب الاستحقاقات التشريعيه لسنه 2026. بغيت نعرف ما هي اهم المستجدات او التعديلات التي يشملها الاطار القانوني المؤطر لهذه الانتخابات، خاصه فيما يتعلق بنزاهه العمليه الانتخابيه، تمويل الحملات والرفع بنسبه المشاركه. وعندي واحد السؤال ثاني وهو غير التوضيح بالنسبه للموعد ديال الندوه ديال اليوم، واش كانت هي مبرمجه سابقا تكون في التاريخ ولا اتخذتوا القرار من بعد الوقفات الاحتجاجيه اللي رفعت عدد من المدن المغربيه؟ شكرا. الوسط الاجتماعي مصدر القانون الدولي والترافع الدبلوماسيه، لا للفساد، نعم للحوار في الاصلاح، التعليم، الصحه، العداله الاجتماعيه، بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ضبط الانفس للتغلب على التحديات التي تؤثر على مصالح الاستراتيجيه والاقتصاديه والاجتماعيه. يجب علينا التعاون جميعا خطوه للوراء من اجل خطوتين للامام للتنميه والازدهار. شكرا لك لكل من ساهم على سلامه الامن الوطن الحبيب. سؤال: ما هي الوسائل التي تمكننا بالتواصل والحوار مع الاحزاب مع جيل زد؟ شكرا. العداله اليوم اول شيء نوقفوا حول التجربه ديال الحزب 1982 1998 ومن بعد 2006، مسار زمني طويل قطع شهور. شنو استطعتوا تحققوا فيه تنظيميا سياسيا على مستوى المشهد السياسي الوطني؟ ثاني شيء، كيفاش كان التعامل مع هذه المقترحات اللي قدمتوها لوزاره الداخليه؟ واش كاين واحد النوع من الايجابيه؟ واش كاين تنسيق على مستوى الترافع على هذه المذكره؟ ونقطه اخرى، وشنو هي الاليات اللي كتقترحوها الدفاع عن هذه المقترحات المصممه في المذكره المرفوعه لاصلاح هذه المساله؟ والمشكل الاهم واللي لاحظناه في الايام الاخيره من خلال الحركات الاحتجاجيه المتفجره ان كانت هذه المطالب ربما ربطناها بالعزوب السياسي بالنسبه للمشاركه لدرجه ان اكبر مصوت هو الممتنع عن التصويت او العوده من المسجلون في الانتخابات. هذه المساله بينت نوع من الخلل ما بين النخب السياسيه وما بين المجتمع. شنو هو اللي كيقدموا حزب الوسط لفك هذه المعضله العويصه والخطيره؟ لان المشكله انا بالنسبه لي ماشي مشكله، هي مشكله التواصل الاحزاب مع المجتمع. هذه الاحزاب اللي كتفتح الحوان ديالها في الفترات الانتخابيه وتغلقها حتى ل5 سنوات، داك الدعم اللي كيتقدم من اجل التاطير والتكوين والتهدئه للمجتمع، واش بالفعل هذه الاحزاب اللي كتستلم الدعم كتأدي هذه المهام وبالتالي ربما تتحمل قسط من المسؤوليه لاخلالها بالالتزامات؟ وشكرا. شكرا للسيد الامين العام حزب الوسط الاجتماعي على هذه البادره الطيبه التي من خلالها تطلون على المجتمع وعلى المواطن المغربي. سؤال: موقف حزب الوسط الاجتماعي من طريقه الانتخابات والاستحقاقات من حيث استعمال اللائحه الانتخابيه والتخلي عن الفرديه؟ هذا خلق واحد الحيف في حق الطبقه الشبابيه، بحيث لا عنده الفلوس صاحب المال، ونحن نعلم جيدا مصدره صاحب القربه هو الذي يحظى
كوكيل لائحه او كوكيله لائحه. موقف الحزب من هذا النموذج ديال الانتخابات. السؤال الثاني، ان هناك احزاب تعتبر قويه وكبرى وهناك احزاب اخرى ناشئه. ما هو دور هذه الاحزاب الكبرى التي تدعي ان لها وجود على الساحه الوطنيه ولها صيت كبير وتاثيرها على المواطن؟ اشنو الدور ديالها؟ ما هو دورها في هذا الحراك الشعبي وهذا الانفلات الامني الذي نعيشه نحن في المغرب؟ السؤال الثالث وهو ليس بسؤال بل ما هي الرساله التي توجهونها لشباب زايد من خلال هذه الندوه؟ وشكرا. انه تيقدم مرشحين فيهم النزاهه وحتى الكفاءه، لكن الاشكال ان الوسط الحزب الوسط الاجتماعي انه ما تيحققش واحد النتائج. شنو هي الاسباب اللي تتخليه؟ واش لان المرشحين الاخرين عندهم عندهم المال، اغلبيتهم تيكونوا اصحاب شكاره على حسب وشنو هي استراتيجيه الحزب للنهوض مستقبلا باش يحقق واحد بالاستحقاقات المقبله، يحقق واحد قفزه نوعيه باش ديال على مستوى الانتخابات. نعم، كشفنا مؤخرا ان خروج شباب جيل زاد للساحه المطالب ديالهم من اجل الصحه والتعليم. واش نتوما كاحزاب كتشوفوا ان هاد الشباب اليوم غيرجع الثقه ديالو فيكم؟ أهم أولويات الحزب في المرحلة المقبلة. أولا أنا تنظن الحزب الوحيد على أنه الاجتماع الأخير مع وزارة الداخلية أول ما بدأ به وزير الداخلية هو منظومة الفساد والحد من الفساد الانتخابي كمبدأ لا نقاش فيه، وهذا شيء مهم جدا. أنا في الحقيقة أتكلم على المذكرة ديال الحزب، ما تكلمتش على موقف وزارة الداخلية، ولكن ملي طرحت هذا السؤال النقطة الأساسية اللي طرح وزير الداخلية هو تخليق والضرب بأيدي من حديد على الفاسدين والمفسدين في الانتخابات، وكنظن هذا هو الحصان اللي غادي يتركب عليه في هذه الانتخابات. هذا وتفتح حوار نقاش معاه وعطانا بعض الإجراءات اللي غادي تخضد هاد الناس. أولا إلا تنذكر من ضمنها أنه بمجرد ما تفتح متابعة ضد أي واحد ما يترشحش، حكم ما يترشحش، مثلا إقالة من منصب انتخابي ما يترشحش، الى واحد العدد ديال الاجراءات اللي مانعه لهذا لترشيح هؤلاء المفسدين. من ضمن هذه المسائل مازال ما كايناش مضبوطه، ولكن اعطانا واحد الملخص. وايضا ولكن اللي مهم هو انه جميع الاحزاب، مذكره الاحزاب كاين 1460 مطلب كلها تصب في محاربة الفساد، وحنا طلبنا من تكون واحد الرقابة ديال الشرطة القضائية على المنتخبون أثناء الحملة الانتخابية اللي توزعوا الأموال، لأنه كاين اللي كيوزع الأموال أثناء الحملة الانتخابية وقبل الحملة الانتخابية، وهادو هما اللي تيفسدوا العملية. زائد كاين واحد المشكل كبير أنه الاستثمار في السياسة، الناس ولاو كيجيو يستثمروا في السياسة، ماشي تيديروا خدمة الصالح، تيجي إلى يستثمر إلى عنده الفلوس يزيد فلوس، وإلا ما عندوش يدير الفلوس ماشي الفلوس بسيطة، كيديروا فلوس ضخمة يا ريت ياكلوا غير شوية، راه تيخرجوا ملايرية وكيرجع لك ملايري وكيضرب الثروة ديالو في 4 في 5، تيولي فرعون، فراعنه كيوليو مجرد ما يدخل الانتخابات كيولي فرعون. وهذا راه ما تيمثلش المواطن، ولهذا كاين كنعتبروا كاين انفصام ما بين المواطن وما بين المنتخب. خاص يولي المنتخب يمثل المواطن، يجي من وسط المواطن،
اليوم المشاكل اللي عندنا راه ديال المنتخبون، هما اللي خصهم يمشيو يواجهوا الناس. المنتخب كيهرب ويخلي السلطه، راه انت اللي مسؤول، رئيس الجماعه، رئيس مقاطعه، رئيس المدينه، عندك انت اللي خصك تمشي تواجهه، لان انت اللي كتستمر. الدوله كتعطيك الفلوس باش تستمر انت، الدوله ما كتعطيش للمواطن الفلوس مباشره، الا بغات تستمر كتعطي للجماعه هي اللي كتستمر. رئيس الجماعه والجماعه كتقدم المشاريع للدوله وكتعطيها الميزانيه ديال دوك المشاريع. اذا الدوله راه ما عندهاش علاقه باستثمار المواطن، الجماعه اللي عندها علاقه، والجماعه راه كتهرب صافي، كيطلع كيبدا يبيع ويشري ولا شي يدير وانتهى الامر. هادشي خصو يحيد. السبب في نظرك غير السيد الرئيس، على ضوء هذه المعطيات تعتقدون بان الانتخابات المقبله ستكون اكثر نزاهه في تاريخ الانتخابات المغربيه؟ شوف، ما نقدرش نحكم على واحد المساله مازال ما كاينه. حنا بحكم التطور وحكم تغيير الاحوال الى ما هو احسن، تنتمنى تكون احسن مما سبق، وكاينه الرغبه باش تكون احسن مما سبق. ما هي الوسيله؟ ما هو نمط الاقتراع؟ هذه مساله غادي نعرفوا، وغادي يعطي واحد النتيجه. حتى المسؤولين راه فهموا، ولا كانوا كيأخروا واحد المشاريع خصهم اليوم ينوضوا ينفذوها في اقرب وقت. لانه عبرنا من جديد عن ارائنا ومواقفنا لوزير الداخليه، واصبحت نهائيه الان. هذه هي الوقت باش الساده الصحفيين يعني نعرضوا عليهم المواقف ديالنا، لانه اصبحت يعني كل واحد خدا العلم ديالو. بالنسبه للاخ اللي سول على المسار الحزب من 82، تعرفوا ان الحزب تاسس في 82 وشارك في انتخابات 84، وكان عنده البرلمانيين اللي كيمثلوا الجاليه المغربيه كانوا في حزب الوسط الاجتماعي في انتخابات 84. وحنا بالمناسبه نسيت نقول لكم راه طلبنا بالحاح باش يفتحوا المجال لمشاركه الجاليه المغربيه في الانتخابات، والحزب ديالنا هو اللي كان عنده التمثيليه في البرلمان في 84، وبعد ذلك انقطعت. بالنسبه للمصالح منسقين، وهذا بوحده انجاز. اليوم حنا كنعتبروا راسنا حزب اقتراحي ماشي حزب انتخابي. حنا ما عندناش